موالف كل نهار كندخل الزريبه وكنرد البال نشوف البهايم واش كاملين ولا ناقصين، حيت في هذوك الايام كثرات السرقه بزاف. الوقت اللي انا كنختار باش نطلم ونتاكد ونشوف شنو كاين تقريبا 2:30 حتى لذاك النهار اللي شفت فيه مرت الوالد ديالي في الزريبه وكدير واحد الحاجه اللي هي غريبه مع داك العود اللي كان عندنا وكان مميز. كنا كنربطوه بعيد على باقي البهايم. ما فهمت والو، بقيت غير كنشوف. الشي اللي شفت انا كيوقع ماشي طبيعي. المهم انا احمد عمري 28 عام وساكنين في العروبيه، واللي وقع ما بيني وما بين مرت الوالد ديالي بعد ما شفت داكشي قدامي. قبل ما نكمل، الا كتعجبكم هاد القصص الواقعيه اللي فيها الصدمه والعبره، ما تنسوش تشتركوا في القناه وتفعلوا الجرس. واللي كان ماشي طبيعي، وهذه مرتبه العمر ديالها 36 عام، مزوجه من الوالد ديالي اللي عمره 58 عام. وهذه هي المشكله. نهار بغا يتزوج الوالد ديالي عييت ما نقول له يجيب شي وحده قريبه لي في العمر، ما تكونش مازال صغيره، باش ما نطيحش في شي مشكل او ندير شي حاجه بحال هذه مع مراته. وداكشي اللي كنت خايف منه هو اللي وقع. انا بعد ما ماتت الوالده ديالي من هذه 5 سنين، با كان عمره غير 50 وما بقاش من وراها بزاف باش بدا كيفكر في الزواج. واللي كنختارها كانت صغيره بزاف، ما كناش حنا قابلين ماشي موضوع الزواج، وانما ماشي وحده تكون مازال صغيره. قلنا ليه شي وحده قريبه ليك في العمر. وهنا هو صافي حيد الفكره ديال الزواج. قال لنا ما عندنا ما عندي ما ندير بشي وحده كبيره، انا مالي عندي 60 ولا عندي 70. المهم حنا ما كناش موافقين ليه على وحده صغيره. بقى عام كيجا الاخر حتى دازت 5 سنين وحنا عارفين الوالد ديالي ومعروفه عليه هز عليه العيالات وجلاسو كلها مع العيالات، غير حنا كنا واقفين ليه في موضوع وحده صغيره. لكن من بعد اختار هذه اللي هي دابا مرته اللي عمرها 36 عام. وهاد المره قال لنا بلا ما تدخلوا فيا وما توقفوش لي في طريقي، ما غاديش نسمع لكم بحال المره الاولى. هذه اللي بغيت. ما كانش كيعجبني داك الوضع او داك التصرفات اللي كان كيدير الراجل، وفلا ما في 58 سنه وديما تلقاه جالس مع العيالات. وحنا الناس في العروبيه وكتعرفوا الناس ديال العروبيه كل شيء كيعرفوا بعضياتهم، فين ما درت كنلقاه جالس مع واحد المجموعه ديال العيالات ويهضر ويضحك معاهم. قلت مع راسي وخوتي مزوجين، حيت غير انا اللي معاه في الدار. قلنا هاد الجلسه اللي كيدير وهاد الضحك اللي كيدير شي نهار يتخاصم مع شي حد، شي نهار يدير شي مشكله، وجلستو غير مع العيالات. خليه يتزوج باش من ما بغى، حنا ماشي شغلنا فيه. المهم يتزوج ويدخل سوق راسو. ما كناش باغيين الهضره ديال الناس او يدير مشكل مع شي حد. واخا انا في عمري 28 عام وقدي في الدوار تزوجوا، قلت له يتزوج هو الاول. وقفنا ليه المره الاولى، خليه هاد المره يتزوج. وقلت نيت نجلس معاه ونهضر معاه في هذا الموضوع فاش اختار هو هاد السيده هادي اللي عمرنا ما كنا موافقين عليه. لكن قلنا على الاقل مرتو حلالو في دارو. اللي اختارها الوالد معروفه عندنا في الدوار، سمعتها ما مزياناش، هي كلها ما مزياناش. حتى هادي وقفنا ليه فيها، قلنا ليه هادي معروفه وسمعتها خايبه، وحنا ناس عائله ومعروفين، ما بغيناش شي حد يضر لينا. قال لي وشنو المعمول اللي قلتيها كتقولوا لا؟ قلنا شوف شي وحده اللي تكون قريبه للسن ديالك، شي وحده محترمه. لا انا ما عنديش شي وحده شارفه، انا بغيت شي وحده تكون مازال شباب. واخا شوف ليك شي وحده بنت الناس والمحترمه وتكون مازال صغيره. مشى جاب لينا هادي مولات 36 عام. المهم هو كيختار غير هاد السن، مولات 36 29 شي حاجه الفوق لا. وهي كانت مطلقه. المهم جلسنا مع بعضياتنا، جلسنا حنا كاملين، وسولتها علاش طلقتي. وقالت لي واحد الكلمه اللي دوخاتني، ما كنتش متوقعه تقولها لي بهذه الطريقه. قالت لي طلقت حيت ما لقيتش داكشي اللي بغيت. وقلت لها كيفاش؟ قالت لي وعلاش كتسول، راها باينه. لا ما فهمتش. قالت لي ما فيدوش، وانا كيف كتشوف جمال والصغر مازال باغا نعيش حياتي. قلت مع راسي هي مزوجه، كانت مزوجه بواحد صغير وما فيدوش، اما الوالد اللي عنده 58 عام هذاك شنو غيدير؟ انا هاد الهضره درت غير بيني وبينها، حيت اصلا كنا خايفين من ديك الاولى، لقينا هادي زعما اكثر منها. قلت مع راسي نقول له بلاش من هادي، شوف شي وحده. قال لك لا هادي هي اللي بغيت. قلت له دبر راسك، بغيتي تزوج بها تزوج بالطحور. داز غير واحد الاسبوع ودار العقد وجابها للدار، وفرضت عليه يدوز شهر العسل في بلاصه غير، يعني قالت لي نمشي للمدينه نمشي للبحر، قالت لي ماشي ندوزو في العروبيه. انا ما عرفتش هاد الشهر العسل كيفاش داير عند راجل عنده 58 عام. النهار الاول مع الصباح درت مشكل بيني وبين الوالد. قلت له صباح الخير وما جاوبنيش. لقيته كيخاصم، كيقول لي هادي مرت باك وفي بلاصه امك. قلت انا ما درت لها والو.
من النهار الاول دارت معايا هذا المشكل، ما ارتحت ليهاش. المهم دازوا الايام، داز تقريبا 6 شهور على زواجهم، وفي هذا الوقت بدات كتكثر السرقه ديال البهايم في الدوار عندنا. الزريبه ملحقه بالدار، واصلينها على الدار. كل نهار او كل ليله كنت كنخرج معطل شويه بالليل، نطل ونشوف الامور واش كلها مزيانه، واش البهايم في بلايصهم. هي عارفه هذاك الوقت اللي انا كنطل فيه على البهايم وكنطمئن عليهم. ديما كنمشي جوج ونص الا كثرت، وعارفه الموعد ديالي مزيان. حتى لذاك النهار تعطلت شويه، ما مشيت او ما خرجت حتى ل3. فاش خرجت داك الوقيته اللي معطل شويه كتبان لي هي مرت الوالد واقفه حدا العود، ولكن داكشي اللي انا شفت كنت مكذب عنايا. انصدمت بداك الموقف اللي كنشوف قدامي، وليت لدرجه وليت كنمسح عنايا واش انا كنشوف مزيان. لواحد الوقيته قلت واش هذه هي ولا جنيه بحالها، ما عرفتش، حيت هادشي اللي كنشوف انا راه ماشي طبيعي، وانها تكون خارجه في هاد الوقيته بالضبط حتى هي ماشي طبيعيه. ما كنفهم والو، وكنشوف هادوك الحوايج اللي كدير فيهم بحال راه شي وحده في بيتها مع راجلها، شي حاجه اللي هي ما كتدخلش العقل. من هنا انا بديت كنفكر فيها، ولكن كنقول هذه مرت الوالد، وكنعاود نقول وهذه مشات الحيوان. اكيد شي نهار هذه تمشي لشي حد غريب. انا بصراحه كنت مقلق منها، ولكن قلت هذه هي الفرصه، يعني نوقف عليها وهي في هذاك الوضع هذاك وهذاك الفعل اللي كدير فيه، ونشد عليها هذه القضيه. وتعرفني راني شفتها حتى وقفت عليها، قفزات من بلاصتها. قالت لي اش كدير هنا؟ وقلت لها انت لا شنو كديري هنا؟ وشنو هادشي اللي انا شايف قدامي؟ قالت لي شنو نمشي نفيق باك، شنو ندير؟ لقيتها فرصه نفكرها للنهار الاول اللي دارت المشاكل ليا مع الوالد. قالت لي صافي ما تفيق لا باك لا والو، اللي بغيتيه نديرو ليك. قلت لها اللي بغيت. قالت لي اي حاجه تطلبها انا قابله. قلت لها دابا غير هزي حوايجك وسيري لدارك، سيري دخلي لبيتك حتى الغدا، وعدنا ما يتقال ديال. حتى انا رجعت لبيتي وكنفكر شنو ممكن ندير مع هادي. النهار الثاني هي كتوجد الفطور وكتشوف فيا وباين عليها خايفه. مشيت عندها الكوزينه وعلى اساس باغي ناخذ الماء، وانا نقول لها تصرفي على طبيعتك باش با ما يردش ليه البال. ملي لقيت الفرصه والوالد خرج قلت لها هذاك اللي عجبني انا شفت البارح باقي ما كاع ما طيقه، واش عرفتي بلي راه صورته؟ قالت لي لا كضحك معايا. قلت لها لا ما كنضحكش معاك. قالت لي وشنو غدير بهذا الفيديو ولا تصاور؟ غتفضحني؟ قلت لها لا، ولكن بغيت نسولك علاش درتي هذا الشيء وكيفاش مع حيوان؟ ما فهمتش. قالت لي ما كاين ما نخبي عليك، باك هو المشكل. الشهر الاول كان مزيان، ولكن من بعد لا. وراني عارفه راجل كبير وكل شيء، لكن حتى انا راه بنادم وعندي احتياجاتي، وواحد الحاجه طيقها ولا ما طيقهاش. اما عمرني مشيت لشي حد غريب وقلت لها مادام انتي عارفه الوالد راجل كبير علاش تزوجتي به؟ قالت لي شنو غنقول لك، طمع وصافي. قلت لها انا ما غنكذبش عليك انني قلت لها ولا انا فين مشيت انا موجود. قالت لي ولكن انت ولد راجلي. قلت لها ماشي بعد احسن من حيوان. وقلت لها سرك في بير وسري حتى انا راه عندك في بير، يعني بجوج غادي نكتمو سر بعضياتنا. وهي تقول لي دابا عاد عرفت او حسيت بان راه كاين معايا راجل. من بعد ما وقع اللي وقع بقيت غير جالس وكنفكر هادشي اللي انا درت صح ولا غلط، ولكن شكون اللي غلط في هادشي كامل، انا ولا الوالد اللي مدخل وحده قد بناتو ومسكنها معاه وعارف ولدو كبر ولا راجل وصافي. احبابي وصلنا لنهايه فيديو اليوم، كنتمنى من قلبي تكون القصه عجباتكم ووصلت لكم شي احساس زوين. الى عجبكم الفيديو ما تنساوش ديروا ليه لايك باش توصل الرساله للناس كتار، وديروا اشتراك في القناه وفعلوا الجرس باش يوصلكم كل جديد. كتبوا لي في التعاليق شنو رايكم، واش سبق لكم دزتوا من شي تجربه بحال هذه؟ كنبغيكم بزاف ونشوفكم في فيديو جديد قريب. السلام عليكم.